مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. على مدار 5 أيام متواصلة قدمت المخرجة ليلى سليمان عرضها المسرحي زجزج على خشبة مسرح مركز الجيزويت في القاهرة. قام بأداء الأدوار في عرض زجزج الممثلات نادية أمين، منى هلا، ريم حجاب، زينب مجدي ونانسي منير. ويبدأ العرض بمشهد ل5 فتيات يجلسن أمام 5 مناضد متجاورة في مواجهة الجمهور، إحداهن تعزف على الكمان بينما تؤدي 3 منهن حركات تمثيلية كأنهن تتصفحن النصوص، بينما تقرأ الأخيرة تلك النصوص والتي أتت في أغلبها ضمن سياق التحقيق مع النساء ال5 على هيئة أسئلة وأجوبة يحمل بعضها اتهامات لهن بادعاء الكذب وتزييف الحقائق. ويذكر لأن ليلى سليمان مخرجة مسرحية مصرية لفتت إليها الانتباه بعد ثورة يناير 2011 بأعمالها التي تتطرق إلى العديد من القضايا التي تخص المرأة ونضال الشعوب في مواجهة السلطة. من أعمالها لا وقت للفن، هوى الحرية، دروس في الثورة. توفيت الكاتبة الفرنسية فرانسواز مالي جوريس عن 86 عاما، حيث ولدت في عام 1930 في آنيفير، ونشرت في 15 قصائد يوم الأحد التي تحكي عن عشق فتاة برجوازية وعشيق والدها، وصدر لها في عام 1951 عن دار جوليار، وهي روائية ومناضلة نسائية كتبت نحو 30 عملا وتوجت بجوائز عديدة. وفي عام 1957 حازت روايتها الأكاذيب على جائزة المكتبات. وفي عام 1958 نالت جائزة فيسيمنا عن الإمبراطورية السماوية. وفي عام 1963 توجت بجائزة رينيه جوليار عن رسالة إلى نفسي، وجائزة موناكو في ماري مانشيستي الحب الأول للويس الرابع عشر. وبقيت في كرسي لجنة غونغرو 40 عاما من 1971 إلى 2011. دعا مغني الريف العاجي تيكن جافاكولاي خلال سهرة أحياها على مسرح قرطاج الأثري إلى وحدة شعوب إفريقيا، وذلك عبر باقة مختلفة من الأغاني ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي تونس. خاطب فاكولي جمهوره قائلا: أنا هنا اليوم لكي أقول لكم نحن فخورون بشعب تونس، فلأول مرة في إفريقيا شعب يقول لا لحكومته ودائما تنظم في هذا البلد انتخابات. أدعوكم إلى ألا تتراجعوا وأن تذهبوا وتدلوا بأصواتكم يوم الانتخاب، متابعا أن الوحدة الإفريقية هي الحل وأفريقيا هي المستقبل. كما أعرب في ختام الحفل عن سعادته وفرقته الموسيقية بالقدوم إلى تونس، مؤكدا أنها بلد في حاجة إلى الوحدة والتماسك واللحمة. انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن استماعكم.